أيها الأحبة، لفتة قصيرة أو صغيرة، لا يعني الرضا بالقضاء لا يفهم منه الاستسلام والإذعان وعدم بذل الجهد. أخي هيك الله بده، هيك الله بده، ونحن راضين بقضاء الله. هذا الرضا يكون بعد حلول مصيبة لا تستطيع دفعها. عليك أن تأخذ بالأسباب، أن تبذل ما في وسعك من أجل أن تنجح وأن تبلغ أسباب أو يعني الغايات التي تريد وتحب أن تحققها. لكن بعد بذل الجهد أصابك ما أصاب من قضاء الله سبحانه وتعالى، عندها تسلم لأمر الله. يعني إنسان عمل وكد وجمع مال وحصل بيت وتزوج، لكن ثمرة الزواج اللي هي الولد لم يكرمه الله بها. بعد أن بذل قصارى جهده في سبيل تحصيل الولد ما حصل. ماذا يفعل؟ يرضى بقضاء الله. عقيم يرضى بقضاء الله. إنسان بذل ما في وسعه أن يكون غنيا وأن يكون على مستوى عال من المال، لكن يعني بعد بذله للجهد لم يحصل له ذلك المراد، فهو يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن لا يعني الرضا هو أن يستسلم الإنسان وأن يذعن وأن لا يعمل، هذا ينبغي عليه أن نعلمه. الأمر الثاني، نحن وعدتكم بأن نتكلم عن رافعات للبلاء. بدأنا بالحديث عن الصدقة، ما شاء الله عليكم، والثانية كثرة الاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واليوم أيها الأحبة، ونحن أيضا على أعتاب مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرى المولد في 12 من شهر ربيع، الرافعة الثالثة للبلاء هي كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشيء أيها الأحبة ما بحاجة أن نذكر له الشواهد والأدلة أبدا، لكن يكفينا أيها الأحبة حديثه صلى الله عليه وسلم ما وجه به سيدنا أبي بن كعب، فقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، يعني أنا حينما أدعو أكثر من الصلوات عليك في الدعاء، اللهم صل وسلم وبارك، فكم أجعل لك من صلاتي من هذا الدعاء؟ قديش؟ النص، الربع؟ قال الربع. قال ذلك خير، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف؟ قال ذلك خير، وإن زدت فهو خير لك. قال إذن بعد ذلك قال: إذن أجعل كل دعائي صلاة عليك. ماذا قال له؟ قال: إذن تكفى همك، انتهى، ما عاد فيه هم، ويغفر ذنبك. إذن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنها سبب في قضاء الحاجات ورفع البليات. فأكثروا أيها الأحبة، وخصوصا في هذه الأيام، يعني عودوا ألسنتكم كثرة الصلاة على رسول الله، ونحن في شهر مولده الشريف، وستحضرون مجالس كثيرة فيها تذكير بهذا المعنى. اللهم اجعلنا من المكثرين للصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة ترفع بها عنا وعن جميع المسلمين البلايا والرزايا والمصائب والمحن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. اللهم أدبنا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، واجعلنا من أحبابه ومن أتباع سنته، وارزقنا مرافقته في أعلى الجنان. اللهم بمعية أصولنا وفروعنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا ومن له حق علينا والمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.